السلام عليكم. أدري الجو حار كلش، تعالوا قعدوا قدام المكيف حتى تبردون. جبته لكم حتى وانتم تشاهدون المقطع ما تحسون بالحر. يا أخي الصيف بكل الدول ترتفع درجات الحرارة فوق 30 وأكثر، فالناس تحس بالحر، يروحون للمسابح للحدائق العامة حتى يحسون بالبرد. إلا بالعراق، يا أخي هذا البلد ما أدري شو مسوي بحياته وهيك جاي يصير بيه. ما عليش يعني شو مسوي. درجة الحرارة 54 اليوم يمنى. ليش يعني؟ تحس الشمس عندها عداوة شخصية ويانا. شنو فرقنا عن بقية الدول؟ عندهم أشجار عندنا أشجار، عندهم أنهار عندنا نهرين مو واحد، عندهم غابات عندنا بساتين. اللي تريدينه من عندنا شنو يا شمس؟ رسالة باللغة الإنجليزية we don't work. وبعدين ما أدري شنو سالفة الجو بالعراق، شو تطلع بالليل تلقاها حارة أكثر من الظهر. منو لاعب بالإعدادات ما تدري. أنا أتعجب على هذا اللي يعيش حياته طبيعية بالصيف، خصوصا ذولا جماعة الحب، قاعد بباب بيتهم والعرق يصب من قصته ومبتسم لأن جاي يحكي ويا حبيبته. لك أنت ما عندك صيف؟ ما عايش ويانا بالكوكب؟ شلون لك عين تنشر ستوريات مال حب وحرف حبيبتك ودرجة الحرارة 50؟ أنا بالصيف حتى حكي ما أحكي، أستعمل بس الإشارات. هذا المقطع الجاي يسمعوه انتظرت تجي الوطنية ويشتغل السبلت، يلا يصير لواهس وأسجل. هو إذا طقت المحولة وماكو كهرباء حتى القناة تحذفها. عم الصيف المفروض توقف الحياة بكل نواحيها، لا حد يشاقه ولا حد يضحك ولا حد يصير ظريف، ونتحمل شلون ما كان لحد ما يجي الشتاء ويبرد الجو. أنا بالشتاء إذا تسبني أقول لك عيتها عجبتني هالقد ما مزاجي حلو. أما بالصيف اللي يقول لي أحبك أحسه جاي يفشر علي. تروح دوامك تلقى العالم كلها تتعارك بالشارع من وراء الحر، كلها صايرة عصاب. لازم تلقى أبو تاكسي وأبو كية فاتحين حلبة مصارعة والعالم تحاجز بيهم. أنا سامع أكو قبيلة مدري قوم ما أعرف بيا دولة يعبدون الشمس. أريد أجيبهم يمنا بالعراق يعبدون الشمس هنا وأشوف يعلنون إسلامهم لو لا. إنه بوين المشكلة؟ امتحانات الطلاب خطية صايرة بعز الصيف، يعني يطلع من الصبح الشمس تصقع براسه، يوصل للامتحان يشوف الأسئلة باللغة المسمارية. لا والأكثر من هذا تلقى القاعة حارة تقتل والبنكة تشتغل على الواحد. بشرفكم امتحان لو جاي تشوون دجاج. شلون الطالب يجاوب ما أدري. بس انتم مو عبالكم الصيف ما بيه إيجابيات؟ تعال أعلمك شلون تستفاد من الحر. مثلا قعدت الصبح تريد تتريق ولقيت القنينة مال الغاز مالتكم مخلصة، لا تهتم ولا تحتار، الشمس هي الاختيار. تاخذ الطاوة وتحط بيها زيت وتخليها بالسطح مدة 5 دقائق وقل البيض، راح يتحمص ويصير بيه طعم أطيب من نار الطباخ. والشاي بعد أسهل، ما دام انت بالسطح وجاي تقلب البيض صعد وياك القوري، والتانك مال المي بصفك تلقاه يفور، خلي بالقور مي وحط شاي والأمور طيبة. هي الحلوة من تطفى الكهرباء بالوحدة الظهر وتحس بالحر، فتقوم تريد تسبح حتى تبرد وتفتح الدوش، يجيك المي يصلخ صلخ من الحر، هنا تحس روحك دجاجة جاي يسلقوها، عوزك بس بهارات تصير مندي. طبعا بعيدا عن هاي المواضيع والضحك، الجو جو الله سبحانه وتعالى خلاه متنوع، لا بارد وشتاء فقط ولا حار ودائما صيف. الحر بيه فوائد نفس ما الشتاء بيه فوائد. يعني أبسط شيء على مود التنوع بالفواكه والخضروات، أكو منهن ما يعيشن بس بالحر، لذلك إلهن موسم الصيف، وأكو فواكه وخضار يحتاجن البرد، وهكذا. بس الإنسان هو السبب اللي يخلي درجات الحرارة تزيد أكثر. ومن